أكتر من 160 ألف روح بتطوف حوالين المكان، محرقة بشرية ومستشفى للأمراض العقلية، دكتور مجنون ومرضى معذبين، كل ده في المكان اللي كان جنة وبقى جهنم. جزيرة بوفيليا أو زي ما بيطلق عليها جزيرة الموت الأسود. الجزيرة دي كان أول ظهور ليها سنة 421 ميلادية، مكانها بالظبط بين مدينة البندقية ومدينة ليدو شمال إيطاليا، لما سكان مدينة بادوفا الإيطالية بقوا يهربوا ليها ويحتموا جواها من بطش البربر وغزواتهم المتكررة. وفي القرن التاسع، ولأن الجزيرة كانت بتتميز بمناخ مثالي وطبيعة خلابة، السلطات بدأت تعمر فيها وبنوا فيها مستشفى وكنيسة وقلعة وأماكن إدارية، والجزيرة كانت في أفضل أيامها لحد ما جه اليوم المشؤوم، اليوم اللي بسببه كل حاجة اتغيرت، مرض الطاعون، المرض اللي في سنتين قتل نص سكان أوروبا. السلطات بعد تفشي المرض بقت تنقل أي حد بيصاب للجزيرة بسبب موقعها الجغرافي المتطرف اللي بعيد عن إيطاليا، وده كان محاولة للحد من انتشار المرض. ووعدوا المرضى إنهم هيتلقوا العلاج، ولكنهم خلفوا وعدهم والناس اللي في الجزيرة اتنست. أكتر من 160 ألف شخص مصاب بالطاعون ماتوا بسببه. الحكاية هتخلص لحد كده؟ لا طبعا. السلطات الإيطالية بعد انتهاء الجائحة قررت ترجع تشوف الجزيرة، فاتفاجئت بكم الجثث الرهيب اللي كان مالي الجزيرة كلها. فيا ترى يعملوا ايه في الجثث دي كلها؟ يدفنوها مثلا؟ لا، دول حرقوهم. 160 ألف جثة تم حرقهم في محرقة على أرض الجزيرة علشان الرماد يملأ أراضي الجزيرة والجزيرة تتلون باللون الأسود. بعد فترة من المحرقة الجماعية اللي حصلت، الحكومة الإيطالية كانت عايزة تستغل الجزيرة بسبب مساحتها اللي كانت بتوصل ل 17 ألف فدان، فقرروا يبنوا فيها مستشفى للأمراض العقلية، وتم نقل مرضى كتير للمستشفى دي. لكن المرضى المساكين كانوا بيعانوا ومحدش بيحس بيهم. الحاجة الأولى اللي كانوا بيعانوا منها إنهم بيسمعوا أصوات غريبة ملهاش مصدر، بيشوفوا أطياف أجساد ناس بتتحرك كل يوم، ولانهم مرضى عقليين ما كانش حد بيصدقهم. الحاجه التانية اللي كانت بتزيد من عذاب المرضى دي كل يوم ان كان في دكتور مجنون موجود في المستشفى، كان بيجيب المرضى ويقعدهم على كرسي ويكتفهم، وكان بيعمل لهم عمليات في مخهم علشان يعذب. العمليات دي كانت عباره عن ان هو بيخرم جمجمه المريض لحد ما يوصل لمخه، وبعد كده بفتره مش كبيره الدكتور ده انتحر عن طريق ان هو نط من فوق برج عالي كان موجود في الجزيره. والتحقيقات قالت انه كان في الفتره اللي قبل موته كان بيتكلم عن ان في شبح بيطارده وبيعذبه ومخليه مش قادر ينام. وكل اللي قلته لك ده كان سبب ان الجزيره تبقى مكان فاضي وما فيهوش اي سكان، وكل محاولات استغلال المكان كانت بتفشل، لان كل اللي دخل الجزيره سمع اصوات ناس بتتعذب وبتتحرق. ولحد يومنا هذا الجزيره فاضيه تماما، وكل فتره بيروح مغامرين ومستكشفين علشان يشوفوا الجزيره بنفسهم. واظن انا كده قلت لك خروجتك الجايه انت واصحابك هتبقى فين، هتروح ولا خايف؟ وبس كده.